اعمل ايه في موضوع السلام بالايد في العيله؟ لما ما بسلمش على الرجاله يبقى السائله بنت، بيفضلوا يزعقوا ويتريقوا جامد، مش بهتم لكن الكلام بيضايق. ربنا يتقبل منك محاولتك انك انت تعملي تتمسكي اولا باختيارك ومبادئك، وتتمسكي بما هو اقرب لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. اقتراحي على حضرتك 3 حاجات. الحاجة الاولانية ان حضرتك تدعي ان ربنا يقدرك تطبقي اللي نفسك تطبقيه، وهو عدم السلام بالايد على الرجال. ربنا يقدرك على كده، ادعي بده. الحاجة التانية ما تحرجيش كل الناس، خلي عندك حكمة. لو في راجل كبير وليه وضع في العيلة ومد ايده ليكي ما تحرجيهوش، لان اكرامك وجبر خاطرك لهذا الرجل الكبير اللي ليه وضع في العيلة عمل صالح كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. ولعل هذا العمل الصالح يكون مقامه اعلى عند ربنا من عدم سلامك عليه، او من عدم سلامك عليه. لو عدم سلامك عليه ده عمل صالح، بس اكرامك ليه واجلالك ليه وجبرك لخاطره قد يكون عمل صالح اكبر. فمش كل راجل ترفضي السلام عليه، بالذات لما يكونوا اهالينا الكبار اللي ليهم وضع معين. الحاجة الثالثة اللي اقول لحضرتك عليها، حاول ان الموضوع ما يكونش فيه كلام في الدين. يعني من بعيد كده سلمي ازاي حضرتك، من بعيد كده ومش عارف ايه، لكن مش لازم فيه وعظ في الموضوع. وانا عارف ان اكيد حضرتك مش بتعملي كده، بس باكد على حضرتك. يعني معلش انا اسف ما بسلمش، لا، يعني مش هنوعظ الناس، مش كل الناس جاهزه للنوعيه دي لكن ممكن من بعيد كده ازيكم يا جماعه ايه الاخبار، يعني فيها شيء من الخفه واللطافه تساعد اللي قدامك ما يتحطش في موقف مش لطيف. وفي الاخر ربنا يقويكي ويثبتك ان شاء الله.